لو عندك ربع فرخة مسلوق ومحتارة تعملي بيه ايه، تعالى اقولك هنعمل احلى وصفة جميلة جدا، فتة الفراخ. هنجيب الفصوص الفراخ سواء نص فرخة ربع فرخة، ونبتدي نفصصها وتكون مسلوقة طبعا بالمنكهات. هنبتدي نفصصها. عندي كوب زبادي، وعندي هنا نص معلقة صغيرة توم هنحطها على الزبادي، وكمان هنحط 2 معلقة كبيرة طحينة، وكمان ملح وفلفل، ومعلقتين عصير ليمون كبار. بعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعض تندمج تماما، وده عملنا الصوص اللي هنغطي بيه الفتة بتاعة الفراخ. بعد كده هنجيب عندي عيش يا اما محمر في السمن، يا اما ممكن احطه في الفرن بمعلقة زيت لو انت عايزاه اخف. هنجيب طبق تقديم وهنحط فيه كمية من العيش المحمص ده، وهنحط عليه معلقتين شوربة كده سخنة، لازم تكون سخنة. وبعدين هنحط رز ابيض، يعني بننكه الفراخ وبننكه العيش. بعد كده هنجيب لو باقي عندي برضو رز ابيض مفلفل كده، هنحطه بقى على الوجه بتاع فوق العيش بطريقة جميلة كده. بعد كده هنرص قطع الدجاج في الطبقة التالتة دي. بعد قطع الدجاج ما تترص هنجيب صوص الزبادي اللي عملناه وهنحطه فوق طبقة الدجاج دي. انا سايبة شوية عيش محمص على جنب عشان التزيين، وبرضو كام فص كده فراخ هحطهم فوق الوش، وبقية العيش انا هحطه على جنب كده علشان يدي منظر الفتة الجميل. بعد كده عندي معلقتين سمنة بلدي مقدوحين هنحطهم على الوش، ولو عندك مكسرات ممكن تحطي، وزينها في الاخر بمعلقة بقدونس او كزبرة على حسب ما تحبي. ويطلع عندنا اسرع طبق مذهل كده من بواقي الاكل. شكرا لكم والف هنا وشفاء عليكم، اتمنى يكون عجبكم.